اكتر واحده مسطوله في الدنيا، واهلي لا يمكن يعتمدوا عليا، مع اني اشطر واحده تعمل تو دو ليست ما تخرش الميه. بس انا مش مسطوله، انا اللي ورايا فوق استيعاب مخ اي انسان، فطبيعي اكون بسقط حاجات يعني مخي بيهيألي انها مش مهمه بالنسبه لي. مخي بيحتفظ بس بالحاجات اللي هو بيشوفها من وجهه نظره مهمه. انا عايزه اشوف هطبخ ايه النهارده، عايزه اشوف مين هيجيب الولاد من المدرسه، عايزه اشوف الهوم وركس اللي وراهم، عايزه اشوف اتخانقوا مع مين، عايزه انظم الدروس بتاعتهم، عايزه ابقى شطار في التمارين، وعايزه كمان ابقى كويسه في شغلي ويبقى عندي افكار جديده طول الوقت. عايزه كمان الاقي في يومي وقت اقضي انا وجوزي وقت لطيف، عايزه ارضي مامتي وبابايا، وعايزه كمان اقابل صحابي. يعني انا مره مثلا نسيت شنطه ايدي وانا بجيب الولاد من المدرسه، بس بجد بقى المره دي كانت كارثيه. انا مره نسيت مامتي، كنت متفقه معاها ان انا هاخدها من المشوار ونسيت مامتي. طب عشان تعرفوا ان المشكله مش فيا، انا مره صحيت من النوم رميت كل حاجه في الثلاجه عشان افتكرت ان احنا في 2026 مش في 2025. وعلى فكره الكلام ده مش كلامي، الابحاث اثبتت ان الستات تقدر انها تعمل مالتي تاسكينج اكتر بكتير من الرجاله. يعني عادي جدا ممكن تشوف ست واقفه بتطبخ وبتتكلم في التليفون وبتزعق للولاد وبتعمل الهوم ورك، كل ده في وقت واحد، وده طبيعي جدا هيخلي الكواليتي بتاعتها تقل عشان هي بتعمل كوانتيتي كتير. فلو لقيتوا ام عندها اولاد صغيرين لسه في المدرسه، عندها اكتر من طفلين، عدولها يعني ما تقفوش عندها. يعني بدل ما تلوموها انها كل شويه عماله تنسى، ايه رايكم تحاولوا تشيلوا شويه من المهام اللي عليها؟ بس عارفين ايه اكتر حاجه بتقلل من التوتر ده ولقيت انها بتفرق معايا جدا في الانتاجيه بتاعتي؟ ان حد يكون موجود يسمع. اوقات الستات بتبقى عايزه بس حد يسمعها، احنا مش عايزين غير شويه طبطبه وحبه تقدير صغيرين. هي مش مسطوله، هي بس مسؤوله. فلو انت من النسات المسطوله زيي واللي يومك مليان حاجات، سيبيلي في الكومنتات انت بتكوني محتاجه ايه من اللي حواليك.